الحقوني يا بنات. ست امي جت عندي وبتقول لي وسعي اما اعمل لك حاجتك اللي في المطبخ. قلت لها انت تعملي ايه يا جدتي؟ قالت لي وسعي يا ام علاء، انا هعمل لك كل حاجه في المطبخ، بس اسنديني كده وقوميني. قلت لها اسندك ازاي؟ قالت لي خليني اسند عليكي كده وخديني لحد الحوض واقف لك اغسل لك المواعين وانا سند عليك. قلت لها ازاي يعني؟ طب اللي يخليني اسندك واخليكي واخدك على الحوض، طب ما خليكي قاعده مكانك وانا اعمل كل حاجه. بقيت محتاسه ومش عارفه اعمل ايه، طبعا لسه دلوقتي مخلصه اكل وعايزه تقوم باي طريقه، بس عايزه حد يسندها. انا زهقت من الولاد دي خالص من اول. المهم خدتها ورحت قايمه بيها وفضلت اسندها ولسه هدخل بقى المطبخ، راحت موقعاني واقفه عليا ايه في الارض. قلت لها بتعملي ايه؟ قالت لي ما هو يا انا اقوم يا انت تقومي، انما انا نقوم احنا الاتنين هنتكعبل في بعض. وقفت فوق ظهري وفضلت تفطس فيا تفطس فيا. قلت لها حرام عليك يا جدة ام امي، وانت بتعملي فيا كده ليه؟ قالت لي ده انا عايزه اساعدك وبحبك، يلا شيلي بس الغسيل كده وشوفي هتعملي ايه. قلت لها لا 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 لا، خليكي في جنب خالص كده واقعدي مع الجماعه وانا هقوم اعمل كل حاجه، مالكيش دعوه يا جده ام ابويا. قالت لي انت يا بنتي يا ام علاء بتقولي جده ام ابويا ايه؟ مش انا جده ام امك؟ قلت لها يا ست اه ابهات وامهات، المهم انت في جده في الاخر، ما تخافيش مش هنتلخبط فيك. قعدتها في جنب قلت لها بصي بقى يا جدتي، شوفي بقى المطبخ هيبرق ازاي وهظبط لك الدنيا في ثانيه. قالت لي لا، انا اللي عايزه انضف المطبخ. قلت لها يا جدتي روحي بقى من قدامي بقى، انا زهقت منك، مش هتبقي انت والزمن عليا. قالت طب والله لا اروح اقول لجوزك اللي انا اللي عامله كل حاجه في المطبخ وشاطره ونضيفه وزي الفل، وام علاء ما بتعرفش تعمل حاجه. قلت لها خدي يا وليه انت بتعملي ايه؟ قالت لي هتتكلميني عدل ولا اروح اقول لجوزك؟ قلت لها لا هكلمك عدل، اقفي نهار وانا اعمل لك كل حاجه واخلي لك المطبخ زي الفل، حتى الملوخيه كان طعمها زي العسل. صح يا جدة ام امي؟ قالت طعمها زي السكر عشان انا جيت عندك. قلت لها ماشي مبلوعه منك يا جدة ام امي. المهم قعدت افضي بقى الاكل بالشكل ده. قالت لي انا هنادي لجوزك يتفرج عليك وانت بتفضي الاكل. قلت لها طب ليه؟ قالت لي عشان يشوفك اللي انت ما بتعرفيش تعملي حاجه واقول له ده انا اللي بعرف كل حاجه واخد الراجل منك واتجوزه عليك. قلت لها يا خراجي، انت بقى باصه للراجل وعينك منه. طب يلا امشي من هنا من البيت. قالت لي امشي من البيت ازاي؟ ده انا على قلبك وقاعده عندك اسبوع ومانيش ماشيه من البيت ده. قلت اعمل ايه في الوليه دي، ازحلقها ازاي؟ رحت بعت جوزي قلت له انا نفسي في 2 كيلو موز. قال لي ليه يا ام علاء؟ قلت له بتوحم هو كده، نفسي هفتني على 2 كيلو موز، نفسي فيهم يا ابو علاء، ارجوك هاتهم لي، هي دي امنيه حياتي. قال لي الوليه تكون بتودع ولا حاجه اما اجري اجيب لها 2 كيلو موز، ما يعرفش اللي انا عايزه ازحلقها. المهم رحت واخده ال 2 كيلو موز وقعدت اكل فيهم اكل فيهم اكل فيهم، وهما الاثنين يبصوا لبعض ويقولوا لي هي في ايه يا ام علاء اتجننت ولا ايه؟ مش هتدينا ولا صباع موز؟ ما عرفوش اللي انا بقى ايه، هاخد القشر ده كله ورحت حاطاه لها على الباب وموقفاه عليه ورحت مزحلقاه. راحت طالعه تجري في الشارع وواقفه، قالت لي كده بتعملي فيا كده؟ قلت لها اما اعمل انا ايه؟ انت عايزه تاخدي مني الراجل وعايزه كمان تاخدي مني الموز، ولا واخده موز ولا واخده الراجل، وانا هنضف المطبخ واخليه زي الفل. رحت ماسكه البوتاجاز غسلاه غسله جامده كده، لقيتها جايه لي من الشباك الضلمه اللي ورايا ده وبتقول لي بنتي يا ام علاء انا واقفه لك ومش همشي. قلت لها يا ماما حرام عليكي يا جده ام ابويا، خضتيني، انت لازقه لي كده ليه؟ اعمل فيك ايه؟ اجيب لك صاروخ اطيرك ما ترجعيش تاني؟ روحي بقى يا شيخه سيبيني في حالي بقى، مش هتبقي انت وولادي عليا. قالت لي لا ده انا قاعده لك على البوابه، واول ما جوزك يطلع هزحلقك انت وادخل انا اقعد مع جوزي. قلت لها يا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي جرى؟ ده انت الاصول ست ام امي، يعني تقفي جنبي، يعني تسانديني، يعني تبقي ظهري، مش تاخدي مني الراجل وتضحكي عليا في الاخر. قالت لي هضحك عليك؟ ده انا هبقى ضرتك وهعمل عمايل، ده انا رايحه ان شاء الله هحجز فستان عروسه وهبقى ضرتك على حق ولازم اخلي جوزك يتجوزني. قلت لها يتجوزك ازاي؟ هو انت ايه اللي جرالك؟ مخك لسع منك على اخر الزمن؟ قالت لا مش مخي لسع مني، ده الفستان اللي انا كنت جايباه قبل كده عشان اتجوز جوزك عليكي هو اللي كان لسع مني. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا هروح اشتري فستان جديد وهتجوز جوزك برضو عليك. قلت اعمل انا ايه اعمل انا ايه؟ انا هروح مخلصه المطبخ دغري ومسحاه ومغرقه الارضيه واقول لها تعالي يا جده ام امي ادخلي المطبخ. طبعا قبل ما ادخلها قلت اما اجيب شويه صابون كده احطهم على الرخامه واروح ماسكه السلك بتاع المواعين، هدعك بقى ضحكه الرخامه عشان ازحلق لها الدنيا عشان تدخل ينكسر رقبتها. بس هينكسر رقبتها ليه؟ هتصعب عليا، بس انا خايفه بعد ما تصعب عليا تاخد جوزي مني. طب اعمل انا ايه؟ اخد الفستان منها والبسه لجوزي وابقى انا عروسه ويلاقيني انا احلى واحده واحلى منها
وساعتها ما رضاش يبص لها. هي طبعا واقفه سامعاني، انا عايزه اتكلم الكلام ده ما بيني وما بينكم، عايزه بقى يلا اللي ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه وشجعي واحده ست امها عايزه تبقى ضرتها وانا مش عارفه اعمل ايه. يلا يا جماعه كلكم اشتركوا في القناه عشان نشوف الست دي ناويه تدخل بيتي تعمل فيا ايه، وتقتحم الراجل وتقتحم البيت وتقتحم التلاجة اللي كل حاجه رخيصه، والتلاجة مش عارفه اودي اللحمه والفراخ فين حته. انا عايزه اخدها احطها في التلاجة، يمكن حتى تملى لي التلاجة بدل ما فاضيه كده، تونس التلاجة. المهم رحت بقى على المواعين، قلت طب انا اغسل المواعين واخلص الدنيا عشان اطلع لها اشوف الست دي عايزه ايه. لقيتها جايبه لي شويه فول وقاعده مع جوزي تاكل بره، معرفش ايه اللي دخلها دي. بقول له ايه يا ابو علاء، هو انت دخلت الست دي ليه؟ قال لي عيب كده يا ام علاء، ده ست ام امك. قلت له لا ست ام ابوي. قال لي والله العظيم ست ام امي. قلت له والله يا ست ام ابوي. المهم رحنا ماسكين في بعض وهو قعد يشد في شعري وانا اضربه بالبوكس في مناخيره، وهي قعدت تزغرط تزغرط. اقول لها في ايه انت بتزغرطي، خربتي لي الدنيا وخلتيه يضربني ويشدني من شعري وانا بديله بالبوكس في مناخيري وانت عماله تزغرطي. قالت لي ما هو ده البدايه. قلتها بدايه ايه؟ قالت لي بدايه اللي انا ابقى ضرتك يا فالحه. قلت لها يا شيخه روحي بقى منك لله، حرام عليكي، تعبتيني وتعبتي نفسيتي، امشي بقى من هنا وانت اموره وبيضه كده وزي القمر. ايه انت كنت عايشه في الجنه قبل ما تجيلي ولا ايه؟ قالت لي اسكتي، ده انا كنت لابسه ابيض في ابيض وعايشه في حته اكنها جنه. قلت لها بجد عودي احكي لي. قالت لي يلا كل واحد ياخد له شويه فول وشويه لب ونقعد نحكي الحكيوه سوا. قلت لها وبعدين ده انت هتخليني احبك، الظاهر كده هخليكي ضرتي فعلا. قالت لما ليه، ده انت كل ما تعاشريني كل ما تحبيني، ده انا خايفه يا بنتي تجوزيني العيال كمان. المهم بقى قعدنا نضحك نضحك. راح جوزي قال ده انتوا اقسم بالله انتوا الاتنين مجانين وهسيب لكم البيت وامشي، انت عايزاني اتجوزها وكمان تجوزها العيال، ده انت اتجننتوا خالص. قلت له خد تعالى ما تخافش، انت بس والعيال والجيران كل واحد يتجوزها يومين وخلاص. قال لي لا حرام عليك ده كتير عليا، مش هتبقي انت والزمن وست ام امك وست ام ابوك كلكم جايين كده عليا. قلت خلاص الست دي انا زهقت منها خالص، والظاهر هتطفش للراجل وانا ما حلتش غيره. رحت جايبه شويه صابون بقى وشويه ميه ومزحلقه المطبخ كده، وقلت لازم ادخل اكسر لها رجليها تمشي تعرج ما ترجعش تاني. وجيت اعمل لها كده، راح قدر الله وما شاء فعل ربنا بوظ لي الشرشوبه وخلاها تبوظ. قلت له يا ما انت كريم يا رب، اللي هي جت في الشرشوبه وما جتش في رجل ست امي، ده حبيبتي حبيبتي يا ست ام امي، كفايه ان انت راضيه عني وامي بتحبيني عشان انت حلوه يا ست ام امي. المهم رحت ماسكه بقى ضربها بالازازتين كده من الشباك، قعدت تقول قلت لها يلا امشي بقى، امشي ولا اكسرك ولا تكسريني، حلوه قوي اللي جيت على كده. يلا انا عايزه اللي لسه ما شاركتش في القناه اشترك في القناه وحط لايكات كتير واستني الفيديو الجاي، خالة ام امي جايه.